طيب ده الشيت المفروض اللي مش عارف الدكتور بعته ولا لا، اللي هبقى اتواصل ان شاء الله مع المندوب واشوف لو الدكتور بعته خلاص، لو ما بعتوش هبقى ابعته لكم. اول سؤالين اللي هو الجزء اللي هو بتاع البيربسز اوف دايمنشنال اناليسيس اللي انا قلت لكم عليها في السلايدز بتاعه الباوربوينت، وكذلك برضو الكونديشنز بتاعه الكومبليت سيميلاريتي اللي هو الثلاث انواع بتوع السيميلاريتي اللي احنا شرحناهم. هو عايزك بس تشرحهم او تعمل لهم ليست اند ديسكرايب. وبعد كده بقى الجزء الثاني اللي هو المسائل من اول رقم 3 لحد رقم 9 كلها مسائل. فاحنا ان شاء الله هنحل مع بعض رقم 3 ورقم 4 ورقم 5 سهله جدا مفيش فيها حاجه يعتبر. ده كده الثلاثه و4 و5 هي نوع واحد من المسائل، علاقه بين الموديل والبروتوتايب. احنا هنختار مسألتين من الثلاثه. طيب الشباب المسائل دي كلها من المرجع، المرجع اللي هو بتاع يونس. فانتوا خشوا على المرجع الشابتر رقم 7 هتلاقوا المسائل دي كلها موجوده في المرجع. فعشان لو في اي غلطه في الجرامر مثلا، غلطه في رموز معينه، عشان وانا بقرا المسائل دي كان في غلطه في بعض الرموز، تمام، هبقى انبهكم عليها. فانتوا الافضل انتوا تبقوا مثلا تبصوا على المساله افضل من المرجع افضل. خلينا نقرا كده مع بعض اول مساله. المسائل ديت اللي هي اول نوعيه من المسائل اللي هي الخاصه بالموديل والبروتوتايب اللي هو الجزء اللي انا شرحته الاخير ده. بيقول لك a student team is to design a human powered submarine for a design competition. The overall length of the prototype submarine is كذا. فهو كده مديك يعتبر اللينس بتاع البروتوتايب ب 2.24 متر. وبعد كده بيقول لك and its student designers hope that it can travel fully submerged through water. ان هو هيبدا ان هي السبمارين دي هتبدا انها تغطس خلال الميه بسرعه كام؟ بسرعه 56 متر في الثانيه. فكده برضو بالنسبه لي الفي بتاعه البروتوتايب هي 56 متر في الثانيه. بعد كده بيقول ان الووتر بتاعتي از فريش ووتر او الليك بتاعي، وقال لي ان التمبريتشر عندها بتكون 15 درجه. وبعد كده بيقول the design team builds a 1/8 scale model to test the university wind tunnel. تمام، عشان يبدا ان هو يحط السبمارين دي في ويند تانل. طيب هو عمل ايه؟ قلل اللينس بسكيل 1/8. فكده كأن اللينس بتاع الموديل بيساوي 1/8 من اللينس بتاع البروتوتايب. عايز تحسبها احسبها، هو مديك الرقم. مش عايز تحسبها وتسيبها دلوقتي تمام براحتك. يعني ناخد بالنا من حاجة تانية، ان انا بالنسبة لي البروتوتايب ده عبارة عن سب مارين، والبروتوتايب ده اكيد هيكون في ايه؟ في ووتر. فالتمبريتشر اللي مديها لي دي التمبريتشر بتاعة الووتر، تمام، او الليكويد بتاعي او الفلويد بتاعي هو ووتر. اما في الجزء بتاع الموديل عشان برضو تاخدوا بالكم، قال لك ان هو هيحط السبمارين دي في ويند تانل. فادام ويند تانل اللي يبقى ايه؟ يبقى انا كده بالنسبه لي الفلويد بتاعي هو المره دي اير. من اسمها كده ويند تانل يبقى اير على طول يا شباب. لو اسمها ووتر تانل فانتوا اعرف على طول ان الفلويد بتاعك هو ووتر، عشان برضو بيبقى فيه ووتر تانل بس هما حطوها فين؟ حطوها في ويند تانل. فانت كده في الموديل انت غيرت خالص نوع الفلويد، فبالتالي اكيد هتغير الكثافه، هتغير كمان الايه؟ الفيسكوستي. طيب الويند تانل بتاعنا بعد كده بيقول لك اشيل surrounds the drag balance strut so that the aerodynamic drag of the strut itself doesn't influence the measured drag. هو بس يعتبر بيشرح لك الجزء بتاع الدراج بالانس ده عشان يبدا بيشرحه بحيث ان هو هيقرا او هيعمل ميجر للدراج فورس عن طريق الايه؟ الجزء اللي شرحه ده. فاحنا مالناش دعوه بالجزء ده دلوقتي، ما يخصناش. هو طالب بيقول لك ايه بعد كده؟ بيقول لك ان الاير ان ذا ويند تانل بيكون 25 درجه. فمديك كده التمبريتشر ب 25 درجه and at one standard atmosphere pressure. وهو بيقول لك هو نفس الاتموسفير بريشر سواء في الووتر او المفروض الاير. ليه؟ لان هو بيقول لك ستاندرد اتموسفير بريشر وهو ايه؟ 1 ستاندرد اتموسفير بريشر. بيقول ايه بعد كده؟ بيقول at what air speed do they need to run the wind tunnel in order to achieve similarity. عشان يبدا ان هو يحقق السيميلاريتي. عايز يعرف انا هبدا ان انا ايه هي سرعه الهواء بحيث ان انا احقق السيميلاريتي اللي موجوده عندي. يعني هو كده كانه بالظبط طالب الفي بتاعت مين؟ الموديل. طيب حاجه كده تعرفوها، الجزء اللي هو كان بتاع الاير فويل، لو احنا كده او جناح الطياره بشكل عام سواء ده او ده جناح الطياره مثلا اللي هو البروتوتايب اللي هو في الهواء عادي، اللي هو في ومتراكب في الطياره موجود عادي، وده جناح الطياره اللي هو مثلا موجود في الويند تانل. انا دلوقتي لما اعمل التجربه
انا مش هعرف اكيد امشي الجناح دوت بسرعه. مثلا لو ديت مثلا سرعه 200 متر في الثانيه، مش هعرف امشي طبعا الجناح ده بسرعه 200 متر في الثانيه. تمام. واحنا طبعا قلنا كده كده الفي موديل بتكون اكبر بكتير من الفي بروتوتايب، فانا اكيد مش هعملها بسرعه اكبر من كام. بسرعه لو الفي موديل بالنسبه لنا هتبقى اكبر كمان من من 200 متر في الثانيه، فاكيد انا مش هعرف اعمل كده في الجناح. فانا بعمل ايه؟ انا يعتبر بعمل انفرس كاينماتكس، ان انا يعتبر بقوم مثبت الجزء بتاع الاير فويل واقوم ممشي هواء، والهواء دوت بمشيه بالفي ام دي اللي هي اكبر بكتير من ال 200 متر في الثانيه. يعني انا يعتبر كاني بمشي هواء او بسرعه مثلا 300 400 على حسب بقى الديزاين اللي انت عامله زي ما احنا قلنا. فدي الفكره كلها من الويند تانل، ان انا بثبت البادي نفسه وبغير في السرعه بتاعه الهواء. طب هنا الحاله بتاعتي، الهواء بالنسبه لي في الحاله الطبيعيه بتكون سرعته بسيطه، بتكون السرعه في الغالب بتاعه الهواء بتكون 1.2 لحد 3 متر في الثانيه. فانت بالنسبه لك ال 200 متر دي بالنسبه لل 3 متر حتى ولا حاجه. تمام. فانا بعتبر هنا كأن الهواء بالنسبه لي هو ساكن او ثابت. تمام. وان الجناح بتاع الطياره او الطياره نفسها اللي بتمشي بسرعه عاليه. طب هنا لا، انا بثبت جناح الطياره وبمشي الهواء هو اللي بسرعه عاليه. تمام. هي دي الفكره من الويند تانل. نفس الفكره بالظبط في الووتر تانل، برضو انا عندي برضو الووتر، فانا همشي الووتر نفسه هو اللي بسرعه معينه، وهثبت البادي بتاعي زي السب مارين مثلا. فهو ده اللي كان بيقوله لك، بيقول لك ايه هي الاير سبيد. تمام. فاللي انا كنت بشرحه لك ده عشان بس اوضح لك الجزء بتاع الويند تانل اصلا المفروض فكرته بتبقى ماشيه ازاي. فهو عايز يعرف بس سرعه الاير سبيد اللي انا هحتاجها عشان ابدا ان انا اعمل اتشيف للسيميلاريتي بتاعتي. فالداتا اللي موجوده عندنا كده او الحاجات اللي مديها لنا في المساله، مديك ال وفلوسيتي بتاعت بروتوتايب، ومديك تمبريتشر، بس التمبريتشر دي للووتر، ومديك في الموديل مديك برضو التمبريتشر ومديك الاير، وعايز الفي موديل، وبرضو مديك ريليشن بين ال موديل والال بروتوتايب. فانت المفروض احنا عارفين عشان نبدا ان احنا نعمل اتشيف للسيميلاريتي هنقول له ان انا بالنسبه لي الرينولد نمبر بالنسبه لنا ثابته. فعشان اثبت الرينولد نمبر للجزء ده والجزء ده، فهيبقى هلاقي ان الرو بي في الفي بي ال بي اوفر الميو بي هتساوي الرو ام في ام ال ام على الميو ام. طيب انا ايه اللي معايا في المساله؟ انا يعتبر معايا ال ام ومعايا ال بي معايا الفي بي، وفاضل لي الرو هنا وهنا والميو برضو هنا وهنا. هو يعتبر مديك ايه؟ هو كان مديك اول حاجه ان هو ووتر، ومديك التمبريتشر بتاعه البروتوتايب مدالك تقريبا ب 15، والجزء الثاني في الموديل بتاعنا كان قايل لك ان هو اير، ومديك برضو التمبريتشر بتاعته تقريبا كانت ب 25 درجه. فانت المفروض انت بتخش جداول عند نفس البريشر طبعا او عند الاتموسفير بريشر، وعن طريق الجداول دي بتجيب الكثافه. طيب الكثافه بالنسبه لك في درجه حراره 15 بالنسبه للميه تقريبا ممكن تقول ان الكثافه ب 1000 كيلو جرام لكل متر مكعب، اللي هي الكثافه اللي انتوا اصلا بتستخدموها في الفلويد. وهنا برضو الاير عند 25 درجه بتلاقي تقريبا برضو الرو ب 1.2 كيلو جرام على المتر مكعب. طيب الفيسكوستي المفروض هي مش عليك حفظ، فالمفروض ان الدكتور هيديها لك او ان هو هيديك تيبل صغير، وانت تطلع من التيبل الصغير ده القيمه بتاعه الميو بتاعه البروتوتايب والميو بتاعه الموديل. فانا بس طالب منكم انتوا تسالوا الدكتور في الجزئيه دي. تمام. لان طبعا في المرجع هو معتمد ان هو معاه التيبلز في الجزء بتاع الاندكس اللي ورا، فطبعا انت المفروض في المرجع بتخش التيبلز وبتجيب القيم دي. طبعا انت في الامتحان مش هتعمل كده، المفروض ان هو هيديك القيمه بتاعه الميو والرو، ولو حتى ما اداكش القيمه بتاعه الرو فانت بتفترضها بالقيم اللي انت عارفها ادام درجه الحراره اللي هي درجه حراره الوسط او السراوندنج بتاعنا اللي احنا عايشين فيه. فالمفروض ده بالنسبه لك هتعرف تجيبه من التمبريتشر، سواء بقى هو هيديهولك على طول دايركت المساله او يجيب لك تيبل وتطلع منه الداتا بتاعتك دي. فكده ايه اللي ناقصني؟ هو حاجه واحده بس اللي هو الفي ام. فانت هتجيب الفي ام لوحدها كده في طرف، هتلاقي ان الفي ام بتساوي الفي بي في حبه ريشيوز بقى مختلف. الريشيوز دي عباره عن ايه؟ عباره عن ال بي اوفر ال ام، والرو بي اوفر الرو ام، والميو ام اوفر الميو بي. دي كده المفروض المعادله بتاعه الفيلوسيتي بتاعه الموديل بتساوي البروتوتايب فيلوسيتي في حبه ريشيوز مختلفه. فانت طبعا انت معاك الريشيو دي مفروض انها ب8،
وهيبقى معاك جيفن ده وده جيفن، وطبعا الفي بي اصلا هو مديها لك تقريبا ب5 6، فانت من هنا هتقوم مطلع مين؟ الفي ام. فديت بالنسبه لنا اول نوع من انواع المسائل. حد عنده مشكله؟ طيب خلينا نحل كده رقم 4. رقم 4 هو مدينا ايه؟ بيقول مدينا باراشوت، وبعد كده مدينا الدايمتر بتاع الباراشوت ده ب 24 فيت. فكده بالنسبه لي البروتوتايب دايمتر ب 24 فيت، ومدينا التوتال ويت بتاعنا بتاع الفولينج باي لود، بتاع الفولينج باي لود والباراشوت والايكويبمنت، يعني كل حاجه تقريبا. مديك التوتال ويت او يعتبر الويت بتاع اللي هو البروتوتايب كله بكام؟ ب 230 باوند فورس. وبعد كده مديك بيقول لك ان ديزاين تيرمينال سيتلينج سبيد. يعني ايه سيتلينج سبيد؟ عشان تبقوا انتوا عارفين، سيتلينج سبيد يعني سرعه في مرحله الاستقرار. المفروض الباراشوت لما بيجي يطلع او يجي يعمل تيك اوف عشان يبدا ان هو يطلع من الارض لحد فوق، فالسرعه طبعا بتاعتي بتتغير من الصفر لحد سرعه معينه. فالسرعه المعينه ديت اللي هيفضل الباراشوت بالنسبه لي ثابت عليها بعد كده بنسميها السيتلينج سبيد. تمام؟ ودي هتبان معاكم اكتر ان شاء الله لما تيجي تاخدوا اوتوماتيك كنترول، هتفهموا قوي السيتلينج سبيد دي. فالمهم ان انت تعرفوا دلوقتي ان السيتلينج بالنسبه لنا معناها ان هو استقرار، يعني كانه بالظبط كانها الستي ستيت سبيد. تمام؟ اللي هي بالنسبه لنا السرعه بتاعتي بعد ما وصلت لمرحله الاستدي بالنسبه لنا. فهو بيقول لك ان السيتلينج سبيد بتاعه الباراشوت كانت 20 فيت بير سكند. فهو كده بالنسبه لنا مدينا البروتوتايب فيلوسيتي ب 20 فيت بير سكند. وهو ليه قال لك سيتلينج سبيد؟ عشان خلاص عند مرحله عند الاستدي ستيت او عند مرحله الاستقرار بتاعه الجسم عموما، هو خلاص ليه سرعه معينه وثابته. فانا اقدر اقارن السرعه دي بالسرعه بتاعه الايه؟ الموديل اللي هي السيتلينج سبيد موديل، عشان برضه هتبقى بالنسبه لنا ثابته هناك. انما طول ما انا اصلا السرعه بتتغير مش هعرف اقارن بين الاثنين مع بعض. هي دي الفكره ان هو قال لك سيتلينج سبيد. بعد كده بيقول لك 1/12. فكده 1/12 سكيل موديل، عملت موديل. تمام؟ والال بتاعه الموديل دي عباره عن 1/12 من ال بتاعه البروتوتايب، وعمل لها تيست في ويند تانل. وقال لي ان الويند تانل تمبريتشر والبريشر يبقى مديك نفس التمبريتشر نفس البريشر هو نفسه بتاع البروتوتايب. يعني انا كده ايه؟ يعني مديك التي ام بتساوي التي بي، وكمان مديك البي ام بتساوي البي بي. بعد كده بيقول لك ان هو ماشي مديك القيمه بتاعتها ب 60 فahrenheit، ومديك القيمه بتاعه الاتموسفيريك بريشر العاديه اللي هي الستاندرد. مش هتفرق معانا الكلام ده قوي، وهقول لكم ليه. عايز يحسب ايه بقى؟ عايز يحسب الدراج كوفيشنت بتاع البروتوتايب، يعني عايز يحسب يعتبر السي دي. تمام؟ وعايز كمان يحسب تاني حاجه at wind tunnel speed should the wind tunnel be run in order to achieve dynamic similarity. عايز الفيلوسيتي بتاعت الويند تانل، يعني عايز الفيلوسيتي بتاعت، يبقى الايه ان هو كان عايز الدراج كوفيشنت، بي عايز الفيلوسيتي بتاعت الموديل، واخر حاجه هو عايز الايرودايناميك دراج اوف ذا موديل باراشوت ان ذا ويند تانل. يعني عايز يعتبر تالت حاجه عايز الدراج فورس بتاعت الموديل. لو جينا كده بصينا، احنا يعتبر انتوا المفروض ان شاء الله في الشابتر بتاع الفلو اوفر بوديز هتاخدوا القانون اللي هو بتاع العلاقه بين الدراج فورس والعلاقه بين الدراج كوفيشنت. فانتوا المفروض بالنسبه لكم اول مطلوب، انت بس عشان مش عارف القانون دلوقتي فانا هكتب لكم القانون على طول، والمفروض في الشابتر هتبقوا عارفين القانون. انت المفروض عندك القانون بتاع الدراج فورس عباره عن نص رو في سكوير في الاريا في الدراج كوفيشنت. فهو عايز يجيب الدراج كوفيشنت كايه؟ يعتبر كايكويشن بالجزء ده. فانت كده يعتبر الدراج كوفيشنت عباره عن مين؟ عباره عن الدراج فورس على نص رو في سكوير في الاريا. لو انت عايز تجيبها بالنسبه للبروتوتايب، فانت طبعا هتبقى بالنسبه لك اللي هي الاي بروتوتايب، اللي هي يعتبر كانها باي على 4 في الدي بروتوتايب، عشان هو يعتبر هنا مديك الدي. انا معلش بقى هنا بالنسبه لنا دي هتبقى اسمها الدي ام، ودي هتبقى اسمها الدي بي، عشان هو بالنسبه لي دايمتر مش لينس. تمام؟ فانت هتكتب بس القانون ده، وده كده بالنسبه لك هو يعتبر الحل بتاع المطلوب الاول. انت مش مطلوب منك اكتر من كده في استنتاجه، يعني مش مطلوب منك ان انت تستنتجه دلوقتي. طيب الدراج فورس بالنسبه لنا في البروتوتايب هو بيناظر ايه؟ دراج فورس في البروتوتايب هو بيناظر نفس الفكره بتاعت الوزن. يعني دراج فورس اوف بروتوتايب هو بالظبط الوزن اللي مديهولك بتاع البروتوتايب. ليه؟ لان هما الاثنين واحد. الحاجه الوحيده اللي بتعوق الباراشوت بتاعنا ان هو يطلع الوزن بتاعه.
فالدراج فورس بتاعتي هي نفس الوزن بتاعي اللي هو البيلود كله. فانا عندي هنا الدبليو بي اللي هي ب 230 هي بالظبط الايه الدراج فورس بتاع البروتوتايب. عايز بقى تجيب الدراج كوفيشنت كرقم. بعد ما كتبت المعادله دي هتجيبه كرقم، ان انت معاك ده ومعاك الاريا طبعا اللي هي باي على 4 في الدي بي سكوير. وبعد كده الرو بالنسبه لك طبعا الرو عند تمبريتشر اللي هي 60 فahrenheit، وعند الاتموسفيريك بريشر اللي هو 1 اتموسفيريك بريشر عادي. فانت طبعا هتجيب عند البريشر والتمبريتشر هتجيب الرو، ان انت طبعا عارف ان البي بتساوي الرو ار تي. وطبعا انت معاك الثابت بتاع الهواء طبعا انت عارفه اللي هو 287. فانت من هنا تقدر انت تطلع الايه الرو بتاعت الايه الهواء لو انت يعني عايز تجيبها كرقم. انما لما شفتها في الموديل انسر لقيته ان هو كتب الايه القانون بس، فانت يعتبر هتتحاسب على القانون بس. طيب المطلوب الثاني والثالث هو يعتبر هو الشغل بتاعنا او بتاع الشابتر بتاعنا. المطلوب الثاني ان هو عايز الفيلوسيتي بتاعه الموديل، فهو المطلوب الثاني ده نفس الفكره بتاعه المساله اللي قبلها بالظبط، ان انت برضو هتثبت الرينولد نمبر بتاعه الموديل بتساوي الرينولد نمبر بتاعه البروتوتايب. بعد ما تثبتهم ببعض هتلاقي في الاخر برضو المعادله اللي احنا طلعناها ان الفي موديل بتساوي الفي بروتوتايب في ال بي على او الدي بي بقى على الدي ام في الرو بي على الرو ام في الميو ام على الميو بي. طب هو هنا يعتبر مديك حاجه مهمه قوي، بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان التمبريتشر بتاعه الموديل هي التمبريتشر بتاعه البروتوتايب، والبريشر بتاع الموديل هو بالظبط البريشر بتاع البروتوتايب. فده انا ثبتت كل البروبرتيز بتاعه الهواء في الموديل والبروتوتايب، يبقى انا كده اكيد عندي الرو بتاعه الموديل هي بالظبط الرو بتاعه البروتوتايب، وكمان الميو بتاعه الموديل هي بالظبط الميو بتاعه الايه البروتوتايب. فهو ايا كان بقى الرقم اللي مدولك مش هيفرق معانا الرقم قد كده. ليه؟ لان اصلا البروبرتيز كلها واحده، فبالتالي الرو ثابته والميو كمان ثابته. فانت من هنا يعتبر ايه كان الجزء ده كده كله بواحد والجزء ده كمان كله ايه بواحد، فهيبقى عندك ريليشن شيب بس بين الجزء ده والجزء ده بس. فهي دي بالنسبه لك الحل بتاع الجزء الثاني او بي ده كده اللي هو الحل بتاع بي. في سي بقى انت المفروض طلعت خلاص ان الرينولد نمبر ثابته، فانت المفروض هتطلع ان الدراج فورس بتاعتنا هي عباره عن رو في الفي سكوير في الدي سكوير. معلش يا شباب انا تقريبا في الشرح في الاول نستكتب بس سكوير للايه لللينس بتاعنا، المفروض ان احنا برضو ايه دي سكوير او ال سكوير على حسب بقى المساله بتاعتك. هتساوي الدراج فورس بتاعتنا على الرو في الفي سكوير في الدي سكوير. ده كده المفروض اللي هو بتاع الموديل، وده اللي هو بتاع الايه البروتوتايب. انت طبعا معاك الجزء دوت اللي هو بيعبر عن مين؟ بيعبر عن الدبليو بتاعه البروتوتايب مديها لك تمام. وطبعا الرو ثابته، فالرو ممكن نطيرها مع الرو دي. والفيلوسيتي بتاعه البروتوتايب هو مديها لك اصلا داتا، والفيلوسيتي بتاعه الموديل انت اصلا لسه جايبها من المطلوب الثاني. والدايمتر انت المفروض معاك الاثنين دايمترز او على الاقل الريشيو بينهم هما الاثنين، فهتطلع الدراج فورس بتاعه الموديل برضو كريشيو بالنسبه للايه للدراج فورس بتاعه البروتوتايب. فكده ممكن نقول ان الدراج فورس بتاعه الموديل هتساوي دراج فورس اوف بروتوتايب مضروبه في ايه الرو. خلاص حاطين مع الرو هيتبقى لنا الجزء بتاعنا اللي هو الفي ام اوفر الفي بي بس سكوير، وهنا مضروب في الجزء الثاني اللي هو بالنسبه لي الدي ام اوفر الدي بي برضو سكوير. طبعا انت معاك الريشيو دي ومعاك الفيلوسيتي، فهتقدر انت تطلع الدراج فورس بمنتهى السهوله. انت المفروض برضو من هنا لو خدت بالك ان الرقم اللي هيطلع لك من هنا من المعادله دي، يعني مثلا ان الدي بي على الدي ام المفروض ان هي بكام في المساله، عشان برضو ديت برضو حاجه ليكوا يعني. المفروض ان هو مديهالنا بواحد على 12 تمام. فانت كده بالنسبه لك الريشيو دي يعتبر كانها 12، فكده كأن الفي ام بتساوي 12 من الفي بي. فانت لما طلعتها طلعت كده ان الفي ام بتساوي 12 من الفي بي. فهنا بالنسبه لك الفي ام على الفي بي بتساوي 12 سكوير. طيب والدي ام على الدي بي بتساوي ايه 1 على 12 سكوير. فهتلاقي ايه من هنا هتستنتج من هنا ان الدراج فورس بتاعه الموديل بتساوي الدراج فورس بتاعه البروتوتايب. ودي حاله خاصه شويه تمام. انا حبيت ان انا اكتبها بشكل عام في الاول عشان لو هي غير الحاله الخاصه دي فدي حاله خاصه شويه. ايه هي بقى؟ ان انت لما تيجي تساوي كل البروبرتيز بتاعتك اللي هتلاقي الفرق بالنسبه لك في الكايناماتيك سيميلاريتي، اما الدايناميك سيميلاريتي هي بالنسبه لك واحده، نفس الفورسز بالنسبه لك هي واحده تمام.
دي في حاله ايه؟ في حاله ان انا ثبتت كل البروبرتيز بتاعت مين؟ بتاعت الفلو بتاعي في سواء في الموديل او في البروتوتايب. الفرق بالنسبه لك هيكون في الفيلوسيتي او في الجزء بتاع الكاينماتيك سيميلاريتي، اما الجزء بتاع الدايناميك سيميلاريتي هيكون بالنسبه لك ثابت، وده اللي يعتبر احنا اثبتناه من الايه في الجزء بتاع المساله دي. طيب دي كده يعتبر المساله رقم 4. مساله رقم 5 نفس الفكره بالظبط بتاعه رقم 4، تقريبا هو طالب منك هاو فاست انجينيرز شود ران وين تانل، فهو عايز بس السرعه، فبالنسبه لك برضه هتبقى بالنسبه لك مساله سهله. طيب 6 و7 و8 و9 كلها مسائل على الجزء الثاني اللي هو الباي ثيرم او الباكنجهام ثيرم، فاحنا ان شاء الله هنحل 2 برضو لان هم كلهم فيهم شبه من بعض. ممكن نقول فكره مساله من المساله الاخيره، يعني ممكن نحل 2 من الاول 3، وفكره المساله الاخيره هنقول فكرتها واسيبها لكم. خلينا نبدا كده باول سؤال. اول سؤال دوت المفروض ان هو خاص بالجزء الثاني اللي هو الباي ثيرم. طيب انا قبل بس ما اشرح المساله دي خلينا نعرف الباي ثيرم دي احنا بنعمل فيها ايه بالظبط. في الباي ثيرم انت المفروض بتطبق حبه ستيبس، فاحنا لو حبينا كده نقول procedure of pi theorem او of solving problems of pi theorem، دي كده المفروض طريقه حل اي مساله خاصه بالباي ثيرم. تمام، الخطوات اللي انا هقولها دي، اول حاجه او ستيب 1 ان انت بتجيب النمبر اوف بارامترز المختلفه، او بتجيب عدد البارامترز وبتقول مثلا عندي مثلا الفورس مثلا كانها فانكشن زي ما كنا بنقول كده في الرو والميو والال مثلا والفي، فالنمبر اوف بارامترز مثلا في الحاله دي كام؟ 1 2 3 4 5، فانت كده يعتبر عندك خمسه بارامترز، فكده الان بالنسبه لك بنسميها الان بتساوي 5 مثلا على المثال ده. طيب ستيب نمبر 2 ان انت بتجيب البرايمري دايمنشن اوف ايتش بارامتر. يعني ايه؟ يعني هتيجي كده عند الاف تعمل بس كده يعتبر تكتب هنا الاف مثلا، وتيجي برضو عند الرو، وتيجي برضو عند الجزء اللي بعد كده اللي هو الميو، وبعد كده ال، وبعد كده مثلا الفي، وتقوم كاتب اليونت بتاع كل واحد فيهم او الدايمنشن بتاع كل واحد فيهم. فانت عارف ان الاف هي عباره عن ام ال تي ماينس 2، وعارف ان الرو مثلا ام ال ماينس 3، وان الميو ام ال ماينس 1 تي ماينس 1، وان ال بالنسبه لنا هي بال، وان الفي بالنسبه لنا بال تي ماينس 1. تمام، فانت كده يعتبر عملت تاني خطوه ان انت جبت البرايمري دايمنشن بتاع كل بارامتر. طيب بعد كده بالنسبه لك بتجيب بقى النمبر اوف برايمري دايمنشن. طيب عدد البرايمري دايمنشن بالنسبه لنا هنا ايه؟ في الغالب هتلاقيه 3، اللي هو بالنسبه لنا الام والال والتي، ده كده هو البرايمري دايمنشن. طبعا لو هو كان فيه تمبريتشر هتبقى بالنسبه لك برده فيه الثيتا، بس احنا قلنا طبعا الحاجات اللي هي الخاصه بالهيت ترانسفير شويه مش هتلاقيها موجوده، فانت يعتبر انت معاك الايه الثلاث حاجات دولت اللي هو الام والال والتي بنسبه كبيره. فانت كده عندك النمبر اوف برايمري دايمنشن اللي هو بنسميها الجي، عباره عن ايه؟ عباره عن 3 اللي هم بالنسبه لنا الام والال والتي في الايه في حاله المساله دي. دي كده بالنسبه لي هي ثالث خطوه. طيب رابع خطوه بقى ان ببدا ان انا اعملها قبل ما نخش بس في رابع خطوه انا بجيب بقى حاجه اسمها اللي هو النمبر اوف باي، بجيب عدد البايز بتاعتي. طيب الباي دي اصلا عباره عن ايه؟ الباي دي عباره عن دايمنشنلess نمبر، عشان تبقوا انتوا عارفين الباي هي عباره عن دايمنشنلess نمبر. طب عدد الباي بالنسبه لي بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن كي بتساوي الان اللي هي النمبر اوف بارامترز اللي انا جبتها في اول ستيب، ماينس الجي اللي هي البرايمري دايمنشن اللي انا جبتها في ثالث ستيب، فبتبقى بالنسبه لنا الكي بتساوي الان ماينس الجي، يعني في الحاله دي كانها 5 ماينس 3 يعني بتساوي 2. يبقى انا كده عندي 2 باي، عندي المفروض باي 1 وعندي كمان باي 2. دايما باي 1 دي عشان تبقوا انتوا عارفين برضو، باي 1 دي بالنسبه لنا بسميها الديبندنت باي، وباي 2 او 3 او 4 على حسب بقى النمبر اوف بايز اللي هتتبقى كلها بسميها الاندبندنت. تمام، الاندبندنت باي. ليه؟ لان انا بالنسبه لي المفروض الايكويشن اللي انا بطلعها في الاخر، لو انا جيت كتبتها بس في الاخر هنا كده، ان الايكويشن بتاعتي ان انا بقول ان الباي 1 هي عباره عن فانكشن في مين؟ في باي 2 وباي 3 لحد باي كام؟ باي كي بالنسبه لنا. فانت كده بالنسبه لك هو ده كده بالنسبه لي الفانكشن المعادله اللي انت هتطلعها، بتطلع باي 1 كفانكشن في باي 2 و3 و4 و5. فاحنا في المساله دي مثلا عندي باي ايه؟ باي 2 بس، فهي هتبقى بالنسبه لنا باي 1 كانها فانكشن في الباي 2.
طيب رابع خطوه بقى بالنسبه لي، رابع خطوه بشوف حاجه اسمها الريبيتنج بارامترز. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي بالنسبه لي انا عندي كام بارامتر؟ عندي 5، اللي هو 1 2 3 4 5. فاحنا بالنسبه لنا احنا محتاجين قد ايه؟ محتاجين 3 بس، عشان انا جبت البرايمري دايمنشن بتاعتي هي كام؟ ب3. فاحنا محتاجين 3 بس، 3 بثبتهم بحيث ان انا اطلع منهم ايه؟ 2 باي. دايما اول باي دي بتكون عباره عن ايه؟ عباره عن الجزء بتاع الاف، تمام، مضروب في الثلاثه التانيين اللي انت هتختاره. فانا مثلا عندي ايه؟ انا هختار الاف كباي 1 بقى، هختار الاف ومعاها مثلا الرو والال والفي. طب اخترتهم بناء على ايه؟ بناء ان الثلاثه دول لازم يكون متوفر فيهم الثلاثه برايمري دايمنشن، اللي هو الام والال والتي. فانا مثلا عندي ال فيها ال تمام، الفي فيها ال والتي ماينس 1، فكده انا عندي ايه؟ ال والتي موجودين. طب الرو فيها الام والال ماينس 1، فكده انا عندي الثلاثه موجودين. طيب في واحد تاني مثلا يقول لي انا ممكن ايه اعمل ايه؟ ممكن مثلا اخد الرو، ممكن اخد اللي هو الرو والميو والال، وبرده هم الثلاثه فيهم مين؟ الام والال والتي. هقول لك صح، بس في الغالب احنا يعتبر الرو والميو هما الاثنين يعتبر من الخصائص اللي هي يعتبر اصلا نفس الخصائص اللي انا بجيبها من التمبريتشر، فهي يعتبر ايه؟ ما ينفعش ان انا اختار الاثنين دول مع بعض، فبختار واحده بس منهم. فانا يا اما هختار الرو يا اما هختار الميو. ففي الغالب احنا بنعمل ايه؟ بنختار الرو بس. فانا عشان كده في الغالب بتكون الرو والال والفي وبسيب الميو، تمام. فكده بالنسبه لي انا كده عرفت ان الريبيتنج بارامترز مثلا في المساله دي هي الرو والال والفي. ده بالنسبه للمساله دي. فانا بعمل بعد كده خامس خطوه ان انا بحسب البايز بقى، اللي هي الباي 1 والباي 2. فاول حاجه بالنسبه لي اللي هي الباي 1، لما اجي احسبها بقول ايه بقى؟ بقول ان الباي 1 دي عباره عن الفورس مضروبه مثلا في الرو اهي، بس اس اي 1، والال اس اي اس بي 1، والفي اس سي 1. واحنا قلنا ان الباي دي عباره عن ايه؟ دايمنشنلس نمبر. فاكيد بالنسبه لي اليونت بتاع اللي هو او الدايمنشن بتاع الباي لما اجي احسبه اكيد هيبقى ام 0 ال 0 تي 0. فايه اللي انا بعمله؟ ان انا بقوم من الخطوه الثانيه اللي انا عملتها دي بعد ما حسبت بقى الفورس البارامترز بتاعتها الدايمنشن بتاعها والرو والال والفي، بقوم واخد من الخطوه الثانيه واقوم جايب الدايمنشن بتاعه الباي 1 دي. فانا بالنسبه لي دايمنشن الباي 1 لما اجي احطها هنا هتبقى كانها الفورس، بس ما بحطش اسس في الفورس اللي هي بالنسبه لي الحاجه اللي انا بحسب عليها اللي هي ام ال تي ماينس 2، تمام، مضروبه بقى في الرو اللي هي بالنسبه لنا ام ال ماينس 3 اس اي 1، والال بالنسبه لنا اللي هو ال اس بي 1، والفي اللي هو ال تي ماينس 1، ده كله اس سي 1. والمفروض ان كل ده عباره عن ايه؟ ام 0 ال 0 تي 0. فانت هتيجي بقى، احنا خلاص جبنا المعادله دي، فهتقول له مثلا عندي الماس وعندي تايم وعندي كمان لينث. الماس اللي هي بالنسبه لنا ان الام 0 دي اللي هي الجزء اللي على الشمال ده لازم يساوي ايه؟ هيساوي هنا الام اس 1 زائد الام ايه؟ اس اي 1 اس اللي هي اس اي 1، فكانها ام اس 1 زائد الاي 1. فانا كده جبت الايه؟ الماس. طب في اللينث فكأن بالظبط ال 0 بتساوي ال اللي هي اس 1 اللي موجوده عندي هنا، عملتها بلون تاني كده اللي هي دي، وال ماينس 3 مضروبه في الاي 1 يعني ماينس 3 اي 1، وال اس بي 1 يعني كمان بلس بي 1، وعندي كمان ال اس سي 1 يعني كمان بلس ايه؟ سي 1. فكده انا يعتبر استنتجت من هنا ان انا عندي 0 بتساوي 1 زائد الاي 1، وبالتالي انا استنتجت من هنا ان الاي 1 مثلا بتساوي ماينس 1. طب هنا عندي 1 ماينس 3 اي 1 بلس بي 1 بلس سي 1، كل ده بالنسبه لنا بيساوي 0، تمام. وانت طلعت ان الاي 1 مثلا بسالب 1، كان ده بالنسبه لك كانه كام؟ كانه ب3. طيب مثلا التايم اللي هو بالنسبه لك التي، كان التي 0 بتساوي اللي هو التي ماينس 2 اللي هي دي مضروبه في ايه؟ في تي ماينس سي، يعني كانها ايه؟ ماينس سي. فانت كده استنتجت من هنا ان الزيرو كانه بيساوي ماينس 2 ماينس سي، فطلعت من هنا الايه؟ السي 1. فمن هنا فهي دي الفكره بتاعتي. فانا طلعت كده يعتبر ايه؟ الاس بتاع كل واحد في الاي 1 والبي 1 والسي 1 عشان ان انا ابدا اجيب دايمنشنلس نمبر للجزء ده. طيب انا جبت مثلا الباي 1، هجيب بعد كده الباي 2. الباي 2 بالنسبه لي هتساوي ايه؟ شوف بقى البارامترز اللي ناقصه. انت بالنسبه لك ما خدتش معاك الايه؟ الميو في الحسبه. فاول حاجه هتحط الميو
دي بقى في الاندبندنت، فالميو مضروبه في ايه؟ في رو اس A2 ثابت تاني، في الفي 2 في ال في الفي اس B2 في ال اس C2 مثلا. تمام. وهتحسب من هنا بقى ال A2 وال P2 وال C2. طب بعد ما حسبنا الاثنين دول هتطلع معاك ريليشن شيب للبي 1 للباي 1 والباي 2. تقوم عامل ايه؟ تقوم حاططهم في المعادله اللي انا كتبتها لك دي. يبقى انت كده يعتبر طلعت الدايمنشنلس ريليشن شيب للجزئيه اللي هو عايزها. ده كده المفروض الحل او طريقه الحل بتاعت المساله. فبالنسبه لنا الخطوه دي هي بالنسبه لنا خطوه رقم 6. يبقى احنا كده يعتبر عندنا 6 خطوات بنحلهم للمساله دي. طيب خلينا نطبق الكلام ده على مساله عشان يبقى الكلام بالنسبه لنا اوضح شويه. ادي المساله اللي هو مديها لي. المساله اللي بيقول لي انا عندي consider a liquid in cylindrical container in which both container and the liquid are rotating as rigid bodies. وبعد كده بيقول لك ان انا عندي الاليفيشن ديفرنس اللي هو ال H between the center and liquid surface and the rim of the liquid surface is كذا. بيقول لك is a function ومديك بقى ان هو function في كذا. فال H بالنسبه لي كانها ايه؟ function في ايه؟ في الانجولار فيلوسيتي، والمفروض هنا يكتبها اوميجا، والفلويد دينستي اللي هي المفروض بالنسبه لي الرو، فهي برده مكتوبه هنا غلط، عشان كده بقول لكم بقروا المساله من المرجع افضل. وجرافيشنال اكسلريشن اللي هي بالنسبه لنا الجي، والراديوس اللي هو الار. حتى بص هتلاقي الرموز مكتوبه مظبوط هنا في المساله دي. كده بالنسبه لنا اول حاجه دي كانها اول خطوه انا جبتها. ليه؟ لان اول خطوه بيقول لك انا عايز اجيب النمبر اوف بارامترز، فانت لازم تجيب الايه؟ المعادله دي. فانت جبت من المعادله دي الايه؟ البارامترز بتاعتك. طب هو عددهم كام؟ ده كده 1 2 3 4 5. يبقى انا كده بالنسبه لي الان بكام؟ ب5. فدي اول خطوه بالنسبه لنا. تاني خطوه بجيب البرايمري dimension of each parameter. فانا عندي الاتش هنا. لما نيجي نكتب زي ما قلنا كده الدايمنشن بتاع كل واحد بنحطه جوه براكتس كده او 2 براكتس بالمنظر ده. فكده الدايمنشن بتاع الاتش هو ال. وبعد كده هجيب الدايمنشن بتاع الاوميجا اللي هو بالنسبه لي الاوميجا عباره عن راديان بير سكند. فالراديان بالنسبه لي ما فيش فيها يعتبر ايه؟ يونت. تمام. اللي هو ما عندناش حاجه اسمها في الديجري، يعتبر في الجزء بتاع البرايمري دايمنشن مش تبع البرايمري دايمنشن الديجري، فاحنا بنكتبها على طول تي ماينس 1. تمام. اللي هي بالظبط كانها حاجه اوفر السكند يعني. طيب الجزء بتاع الرو هتبقى بالنسبه لنا ام ال ماينس 3، والجي جي طبعا كانها اكسلريشن، فالاكسلريشن بالنسبه لك كانها ال تي ماينس 2، والراديوس في الاخر طبعا ده هيكون بالايه؟ بالال. طيب انت بالنسبه لك في المساله دي عملنا تاني خطوه. تالت خطوه هتبدا ان انت تجيب البرايمري دايمنشن بتاعتك او النمبر اوف برايمري دايمنشن اللي هي ايه؟ اللي هي الجي. الجي هنا بكام؟ ب3 اللي هم ايه؟ اللي هم برضو الام والال والتي. عرفت ازاي؟ هتبص طبعا على كل دايمنشن في كده، انت عندك هنا ال، عندك هنا تي، وعندك هنا الام اهو. ونفس الفكره انا كررتهم في الايه؟ في الجزء ده. احنا كده خلاص عرفنا ان الجي بتاعتنا ب3، فبالتالي النمبر اوف بايز او عدد البايز بتاعنا او عدد الدايمنشنلس بتاعنا هيكون ايه؟ عباره عن الكي، والكي ديت المفروض ان هي بان ماينس الجي، المفروض ان هي هتطلع ب2. 5 ماينس 3 هتطلع معانا ب2. طيب يبقى احنا كده طلعنا كمان الجزء اللي هو بتاع النمبر اوف بويز. رابع خطوه هبدا ان انا اختار ال3 بارامترز اللي هيمثلوا لي المساله دي. فانت عندك يا اما الاوميجا يا اما الرو يا اما الجي يا اما الار. فانت ممكن تاخد ايه؟ ممكن تاخد الاوميجا والرو والار، دول اكتر حاجه او انسب حاجه. ليه؟ لان الجي بالنسبه لك هي يعتبر عجله الجاذبيه، مش هتتاثر قوي او مش هتبقى من البرايمري دايمنشن او الريبيتنج بارامترز اللي موجوده عندي في الجزء ده. فانت ممكن افضل حاجه تاخد الاوميجا والرو والار. فهاجي هنا اقول له خلاص انا كده هختار الريبيتنج بارامترز اللي انا هكررها بقى. ريبيتنج بارامترز دي يقصد بيها ايه؟ البارامترز اللي انا هكررها على طول في البايز بتاعتي. هختار الاوميجا والرو وهختار كمان الار. فهتيجي تجيب بقى الباي 1 في 5 خطوه بقى عشان تحسب الباي. هتبقى بالنسبه لك عباره عن ار، عباره عن الاتش مضروبه في الجزء بقى اللي احنا عملناه ده اللي هو الاوميجا اس اي 1 رو اس بي 1 ار اس سي 1. وهنبدا ان احنا نجيب
الدايمنشن بتاع كل واحد فيهم. فالدايمنشن طبعا بالنسبه لي بتاع دوت هتبقى كانها بالظبط اللي هو ال، تمام. وهنا بالنسبه لنا كانها ال تي ماينس 1، اسف، الاوميجا هتبقى تي ماينس 1 بس، تي ماينس 1 اس اي 1. والرو بالنسبه لنا ام ال ماينس 3 بي 1، والار اللي هي بالنسبه لنا ال سي 1. كل ده طبعا هساويه بايه؟ هساويه بام 0 ال 0 والتي 0. هنقول له بعد كده نجيب الماس، ان انا عندي الام 0 اللي انا هشوفها دي عباره عن ايه؟ عباره عن ام اس بي 1 على طول. فكده انا طلعت ان البي 1 بكام؟ بصفر. هجيب بعد كده التايم، هقول له ان انا عندي ال اس 0 هتساوي ال اس 1 اللي موجوده هنا، وال ماينس 3 البي اللي يعني ماينس 3 بي 1، وبعد كده بلس سي 1. وانا طلعت ان البي 1 بكام؟ بصفر. فانا كده ممكن اقول ان صفر هتساوي 1 زائد السي 1، فهطلع من هنا ان السي 1 بكام؟ بسالب 1. بعد كده هجيب اللينث، المفروض ان احنا كنا هنا بنجيب معلش احنا يعتبر جبنا هنا اللينث، وبعد كده هنجيب التايم. ده كده المفروض هو اللينث، وهنا هجيب التايم. فالتايم بالنسبه لي اللي هو التي 0 هتساوي تي ماينس الاي 1 اللي هي دي، وبعد كده مفيش حاجه تانية. فكده على طول هقول له ان 0 هتساوي الاي 1 على طول. فانا طلعت كده من الريليشن شيب دي ان الاي 1 بصفر، البي 1 بصفر، السي 1 بماينس 1. طب انا عندي الريليشن كانت عباره عن ايه؟ عباره عن دي. فكده هقول له بقى في الاخر يبقى الباي 1 هتساوي الاتش زي ما هي، اوميجا اس اي 1 يعني اوميجا اس صفر يعني كانها مش موجوده، رو اس بي 1 يعني كانها رو اس صفر يعني كانها مش موجوده، وار اس سي 1 يعني ار ماينس 1. يعني انت كده ممكن تقول ان الباي 1 عباره عن ايه؟ اتش اوفر الار. فدي كده اول ريليشن شيب، واتاكدت فعلا ان هي دايمنشنلس ايه؟ نمبر لما جيت شفتها هنا. فكده انا طلعت اول حاجه اللي هي الباي 1. فاضل ان انا اجيب ايه؟ باي 2. باي 2 بالنسبه لنا هشوف بقى الايه اللي كان فاضل. اللي فاضل بالنسبه لي هنا ايه؟ الجي. فهقول له الجي في الجزء بتاعنا اللي هو اوميجا A2، وهنا رو B2، وهنا R C2. وهنحسب نفس الفكره، هقول له ان الجي ديت كانت عباره عن ايه؟ ال T minus 2، وهنا الاوميجا T minus 1 اس A2، والرو عباره عن M L minus 3 اس B2، والجزء بتاع الار هو عباره عن ال اس سي 2، وكل ده كانه ام 0 ال 0 وتي 0. هنيجي بعد كده نحسب الجزء ده، ان احنا هنجيب الماس اللي هي بالنسبه لي الام 0 هتساوي الام اس بي 2 بس. فكده برضو انا طلعت ان البي 2 بكام؟ بصفر. هجيب بعد كده الجزء اللي هو مثلا بتاع التايم اللي هو التي 0، هلاقي ان انا عندي 2 تي ماينس 2 ماينس الاي 2 اللي هي الجزء ده، وخلاص مفيش حاجه تانية. فيبقى انا كده طلعت ان 0 هتساوي ماينس 2 ماينس الاي 2. فكده انا طلعت ان الاي 2 بكام؟ بماينس 2. وبعد كده اخر حاجه خالص اللي هي اللينث بالنسبه لي اللي هو ال 0 هتساوي ال اس 1 ماينس 3 بي 2 بلس سي 2. يعني كده كانه صفر بتساوي 1 ماينس 3 بي 2 بلس سي 2. وانت طلعت ان البي 2 بصفر، فكده انت هتطلع ان السي 2 بكام؟ بماينس 1. هنيجي نرجع للايه؟ للايكويشن بتاعتي اللي هي اللي فوق دي عشان تجيب الباي 2. فكده الباي 2 هي بالجي زي ما هي، والاوميجا اس اي 2 اللي هي بالنسبه لي اوميجا ماينس 2، تمام. وبعد كده الرو اس بي 2، البي 2 طلعت بصفر فكانها مش موجوده، وار اس سي 2 اللي هي طلعت بماينس 1 فكانها ار ماينس ايه؟ 1. فدي كانها بالظبط جي على الاوميجا سكوير في الار. انا كده طلعت الايه؟ الباي 2. والباي 2 دايما بيكون دايمنشنلس نمبر معروف، تمام. فانت طبعا مش مطلوب منك ان انت تعرف كل الدايمنشنلس نمبر اللي ايه اللي موجوده، بس عشان انت برضو تبقى انتوا عارفينها ان المفروض لو انا عملت موديفاينج للباي 2 دي هنلاقي ان الباي 2 ديت ممكن نقول ان هي عباره عن ايه؟ عباره عن الفرويد نمبر. طيب الفرويد نمبر ده كان عباره عن ايه؟ عباره عن الاوميجا في الار على جذر جي في الار.
ده كده هو بالنسبه لي الفرويد نمبر. لو احنا عملنا موديفاينج للايه للباي 2 فهو اداني الفرويد نمبر بتاعنا. طبعا انت مش مطلوب منك الايه الحته دي، انت لحد هنا انت كده ايه حليت الباي 2. طب انا اخر خطوه بقى اللي هي رقم 6 هتقول له ان باي 1 هي عباره عن فانكشن في مين؟ في باي 2، لان مفيش غير باي 2. يعني ايه؟ يعني اتش اوفر الار عباره عن فانكشن في الجي على الاوميجا سكوير في الار. طيب افترضنا ان انت عرفت الجزء بتاع الايه الفرويد نمبر، فانت ممكن تقولها ان الاتش اوفر الار هي عباره عن فانكشن في الفرويد نمبر. ده كده حل المساله. لحد هنا انت صح وهتاخد الدرجه كامله. عايز تكمل الجزئيه ديت لو انت عارفها براحتك. المسائل بتاعه الباي ثيرم هي مسائل كلها سيستماتيك، كلها نظام خطوات، وانا بطبق في الخطوات وبمشي عليها وخلاص. طيب لو جينا عملنا المساله اللي بعدها، المساله اللي بعدها اللي هي بتاعه الرينولد نمبر. مديك هنا كارمان فورتكس، ومن الاخر كده بيقول لك use the method of repeating variables to generate dimensionless relationship. دايما هيطلب منك dimensionless relationship بالنسبه للكارمان فورتكس ده. بيقول لك ان انا عندي كارمان فورتكس شيدنج فريكوانسي، عندي كده الكارمان فورتكس شيدنج فريكوانسي اللي هو الاف كي. فانا عندي يعتبر الاف كي هو عباره عن ايه؟ عباره عن فانكشن في الفري ستريم سبيد اللي هو الفي، الفلويد دنسيتي اللي هو الرو، والفلويد فيسكوستي اللي هي بالنسبه لنا الميو، وكمان السلندر دايمتر اللي هي بالنسبه لي الدي. فاول خطوه طبعا ان انا عملت الايه؟ عملت الستيب دي عشان اقول له ان الان بتاعتي هتطلع بكام؟ ب5 برضو. طيب تاني خطوه هجيب بقى الدايمنشن بتاعت كل واحده اللي هي بتاعت الاف كي وبتاعت الفي وبتاعت الرو وكمان بتاعت الميو وبتاعت الدي. بتاعت الدي طبعا سهله اللي هي ال، بتاعت الميو احنا قلنا ام ال ماينس 1 تي ماينس 1، الرو هتبقى ام ال ماينس 3، الفي طبعا هي ال تي ماينس 1، والفريكوانسي الفريكوانسي طبعا عباره عن اللي هو المقلوب بتاع البريودك تايم، والبريودك تايم طبعا هو بالنسبه لنا سكند، فهتبقى بالنسبه لي كانها تي ماينس 1. ده كده هو الفريكوانسي. هنطبق نفس اللي احنا عملناه في المساله اللي فاتت بالظبط، هتكمل بقى. فانت برضو هتلاقي ان الجي بتاعتك هتطلع ب3 اللي هو النمبر اوف برايمري دايمنشن، ان الجي بتاعتك هتطلع ب3. ورابع خطوه ان انت هتختار الريبيتنج بارامترز. فالريبيتنج بارامترز اللي انا اقدر اختارها طبعا احنا قلنا بلاش الرو والميو مع بعض عشان انا ظهر عندي هنا رو وميو، فانت هتشيل الميو هتبقى بالنسبه لك هنا الريبيتنج بارامترز هي الرو والفي والدي. دي كده هي بالنسبه لنا الريبيتنج بارامترز. طبعا احنا في خطوه رقم 3 لما جبنا الجي هنعرف ان النمبر اوف بايز برضه هيبقى بالنسبه لي الكي بتساوي ان ماينس الجي، يعني هتساوي كام؟ هتساوي 2. فهيبقى عندي باي 1 وعندي باي 2. فانت برضه هتحسب بقى في 5 خطوه. انا هكتب بس الايه القانون بس، ان باي 1 هتبقى عباره عن الاف كي اللي هو الفريكوانسي مضروب في الفي اس اي 1 رو اس بي 1 دي اس سي 1. وطبعا انت لو قلبت دولت هتغير بس الرموز فمش هتفرق يعني معاك في المساله. وتاني حاجه ان الباي 2 هتبقى ايه اللي انا ما خدتهاش بقى اللي هي دي اللي هي الميو، هتبقى كانها ميو في في اس اي 2 رو اس بي 2 وهنا دي اس سي 2. هنطلع طبعا الثوابت بتاعتك دي وفي الاخر هتطلع الايكويشن اللي هي سادس حاجه. هتطلع بقى الايكويشن. خليني بس اقول لكم الايكويشن كده في الاخر بحيث ان انتوا بتحلوا تبقوا انتوا بس تتاكدوا من الحل بتاعكم. طيب انتوا هتطلعوا ان الباي 1 دي هتساوي اف كي في الدي على الفي، وهتطلعوا من هنا الباي 2 هتطلع معاكم ميو على الرو في دي. فانتوا لو خدتوا بالكم كده الباي 2 دي كانها بالظبط مقلوب رينولد نمبر، تمام؟ فكده بالنسبه لي ممكن اقول الموديفايد باي 2 كانها بتساوي ايه؟ بتساوي رينولد نمبر لو انا عملت ايه؟ عدلت فيها يعني. طيب الجزء اللي فوق دوت بنسميه ايه؟ بنسميه السترول نمبر او الاس تي، تمام؟ يبقى اسمه كده اللي هو السترول نمبر. طبعا انت مش مطلوب منك ان انت تكون عارف ده، تمام؟ فانت كده ممكن تقول له في الحل ان انا كده عندي الاف كي في الدي على الفي هي عباره عن فانكشن في مين؟ في الرينولد نمبر بس، وتقفل المساله على كده. طب انت عارف ان ده هو السترول نمبر، فانت ممكن تقول له ان
ان السترون نمبر هو عباره عن فانكشن في مين؟ في الرينولد نمبر. ده كده الحل بتاع المساله بتاعتك. طيب المساله اللي بعد كده اللي هي رقم 8. رقم 8 بس انا ايه هقول لكم المفروض اللي هو فيها بس كده جزئيه صغيره هوضحها لكم بس وخلاص في رقم 8، وهسيبكم بقى انتوا تكملوا الايه الحل بتاعها عادي. ان هو مديك هنا باور شافت باور اللي هي المفروض دبليو دوت. الدبليو دوت ديت المفروض ان هي فانكشن في ايه؟ فانت كده معاك الدبليو دوت هي فانكشن في الدايمتر، الرو، الميو، والانجولار فيلوسيتي اللي هي الاوميجا. فانت كده عندك الدايمتر، الرو، الميو، والانجولار فيلوسيتي اللي هي بالنسبه لنا الاوميجا. برضه هتلاقيهم بايه 5 بارامترز وكل حاجه. تاني خطوه بقى هتجيب الايه الدايمنشن بتاع كل واحده، بس انت مش عارف الدايمنشن بتاع مين؟ بتاع الباور. فهتعمل ايه؟ هتقول له ان الباور دي عباره عن ايه؟ عباره عن الورك على التايم، وان الورك ده عباره عن الفورس في الديستانس على التايم. طب ما انت عارف ان الفورس على طول لو انت عايز تعملها يعني ان انت عارف ان الفورس على طول عباره عن ام ال تي ماينس 2 كده، كانها مضروبه في ايه؟ في الدي. لو احنا بقى عايزين نحولها لايه؟ لليونت يعني، برضه عشان ايه تبقى الكلام واضح، بس مضروبه في الدي اللي هي كانها ال على التايم كانه مين؟ التي. فكده انا يعتبر جبت اليونت بتاعه اللي هي الباور كانها ايه بالظبط؟ كانها ام ال سكوير تي ماينس 3. ده كده المفروض اليونت بتاع مين؟ الباور. فدي طبعا انت مش عارفها، فانت المفروض في الخطوه دي غصب عنك لازم تعملها بالجزء ده، لازم تعملها بالشكل ده الاول، وبعد كده تبدا ان انت تكتب بقى ايه كل الايه اليونتس بتاعتك عادي خالص اللي هي الباور، الدي، وهنا الرو والميو والاوميجا. تمام. هنكمل بقى حل المساله عادي اللي هو الثالثه. برضه هتلاقي ان الجي بالنسبه لك برضه ب3، وهكذا بقى هتلاقي ان انت عندك برضه 2 باي. هتجيب بقى بعد كده الباي 1 والباي 2، وتجيب بعد كده الايه الريليشن اللي بينهم. اخر مساله انا هقول لكم بس اول خطوه ان احنا هنعملها. هو بيقول لك في اخر مساله ايه؟ بيقول لك ان هو دلوقتي معانا incompressible fluid density رو، مديك الرو ومديك الفيسكوستي اللي هي الميو بتاع، ومديك افريج فيلوسيتي او افريج سبيد بفي، وبعد كده مديك horizontal section of round pipe length اللي هو ال، وبعد كده مديك الانر diameter اللي هو الدي، وبعد كده مديك inner wall roughness height المفروض ان هو سيجما او اللي هو الابسلون، اسف اللي هو الجزء ده. فانت المفروض هتكتب الابسلون اللي هو الايه الرفرنس هايت بتاعك. بعد كده بيقول لك بيكمل بقى كلام عادي لحد ما وصل ان البريشر decrease linearly down the pipe in order to push the fluid through كذا، وبعد كده بيكمل شرح. بيقول لك بقى في الاخر use the method of repeating variables develop a non-dimensional relationship. لو عايز non-dimensional relationship بقى between ايه بقى؟ between البريشر دروب اللي هو بالنسبه لنا الدلتا بي ومين and the other parameters in the problem. الاذر parameters اللي هي في البروبلمز اللي احنا قريناها في الاول خالص اللي هو اول سطرين. فكده كانه بيقول لك انا عندي ريليشن شيب بين البريشر ديفرنس وفانكشن في مين؟ في كل البارامترز دي. تمام. بعد كده بيقول لك be sure to modify your by، المفروض دي تبقى by groups as necessary to achieve non-dimensional parameters and name them. يعني بيقول لك يعني ايه؟ اتاكد ان كل الباي جروبس بتاعتك هي نون دايمنشنال، وكمان سميهم. طبعا انت في النون دايمنشنال دي انت هتسميهم ايه؟ عن طريق اللي هو النون دايمنشنال نمبر اللي هيكون موجود زي رينولد نمبر، زي فرويد نمبر، زي سترون نمبر. هو ده اللي يقصده ان انت هتسميهم. طبعا انت هتسمي اللي انت تعرفه، بس اي حاجه انت ما تعرفهاش مش لازم ان انت تسميه. فهي الفكره هنا في المساله دي ان انت عندك كام بارامتر؟ 1 2 3 4 5 6 7. فانت هنا عندك 7 بارامترز. تمام. فلما تيجي برضو تحسب الجي في ثالث خطوه هتلاقي ان الجي بالنسبه لك هم 3 بارامتر اللي هم الام والال والتي. فالفكره ان هنا ان النمبر اوف باي دي بس الاختلاف اللي في المساله. نمبر اوف بايز بالنسبه لك هيكون عباره عن الكي بتساوي الان ماينس الجي، يعني 7 ناقص ال3 يعني 4 باي. فانت في المساله دي هتجيب باي 1 وباي 2 وباي 3 وطبعا باي 4 في الاخر. وهتقول له بقى طبعا في الاخر ان انت كده عندك ان الباي 1 هي عباره عن فانكشن في مين؟ في باي 2 و3 وباي 4. طبعا انت هتجيب كل واحده لوحدها، وهتختار طبعا الريبيتنج بارامترز هنا. فانت طبعا في الريبيتنج بارامترز احنا قلنا نبعد ايه؟ هنختار واحده من الايه؟ من الاثنين دول. تمام. وهنختار الرو والفي
وممكن نختار يا اما ال يا اما الدي يا اما الايه الابسلون. ليه؟ لانه هم كلهم الدايمنشن بتاعهم هو ال. ليه؟ حتى هو كاتب لك هنا رفنس هايت، فالدايمنشن بتاعه هو ال اللي هي الابسلون بتاعتك، وانت عندك دايمتر الدايمنشن بتاعه ال، واللينس الدايمنشن بتاعه ال، فانت هتختار اي واحده من الثلاثه دول. فانت هتلاقيه كاتب لك في المساله هنت كده بيقول لك for consistency choose D rather than L or as one of your repeating parameters. يعني انت اختار يا اما دي يا اما افضل من الايه من ال بالنسبه لك. فانت هنختار بالنسبه لنا الايه الدي، فانت ممكن تختار الرو والفي والدي. دي بالنسبه اللي هي مساله رقم 9. في حد عنده سؤال يا شباب؟ طيب تمام، سلام عليكم.